طبعا انت دلوقتي اكيد بتسأل ايه الازازة وايه العقل وايه علاقة ده بالموضوع، ان انا اتخلص من الالم النفسي اللي عندي او الحزن او التعاسة او كده. دلوقتي انا هبدأ اشرح لك كل حاجة. الفيديو ده هيكون يعني زي ما يجي كده، انا مش عاوز اعمل فيه اي editing كتير، انا كده كده اصلا مش بعمل اي editing كتير، او يعني عاوزه كده يكون one take او حاجة واحدة لانه مليان شرح. الفيديو ده مهم جدا، واكتر فيديو اعتقد ان هو مهم في القناة هنا لحد دلوقتي، والقناة فيها اكتر من 100 فيديو. فبالتالي يعني خلي بالك ما يفوتكش الفيديو ده، لان فعلا انا حاطط فيه تقريبا ملخص لحد دلوقتي كل حاجة اعرفها عن الموضوع ده، اللي هو ازاي الواحد ممكن يعالج فعلا الألم النفسي اللي عنده او التعاسة الدائمة او القلق اللي ما بيروحش او كل الكلام ده. ازاي الواحد فعلا يوصل لمرحلة من السلام النفسي الدائم. يلا بينا دلوقتي نبدأ، وتعالى اقول لك ايه موضوع الإزازة ده. بص يا سيدي، حسب رؤيتي للموضوع او حسب المنظور اللي انا عاوز اوصله لك، احنا دلوقتي عايزين نشبه حاجتين، وهما المية والازازة. المية ديت بنشبهها بكل حاجة بتحصل، يعني محتوى الحياة. اي حاجة انت اي حاجة انت بتدركها انا بشبهها هنا في الفيديو ده بالمية. وعايزك تتخيل معايا المشهد، ان قلنا اتفقنا الازازه دي عباره عن عقلك انت، والميه هي كل حاجه انت بتدركها. طيب فين الفكره بقى يا عم نادر؟ ايه علاقه ده بالالم النفسي؟ بص يا سيدي، انا بشوف ان احنا علشان ندرك العالم، والعالم ده كل حاجه بندركها بقول لك اللي هي الميه، محتاجين عقل، محتاجين الازازه دي. وعايز اوضح لك حاجه برضو، حسب اللي انا يعني اعرفه دلوقتي، لو كنت اعرف حاجه وحسب اللي انا اتعلمته، ان مفيش فرق بين العقل والجسم. ناس كتير فاكرة او عندها المفهوم ان احنا عندنا عقل وفي جسم، يعني جسم وعقل دي حاجتين مختلفين. لا، لو فكرت فيها او لو تأملت فيها فعلا شوية هتلاقي ان العقل والجسم نفس الحاجة، هم فعلا نفس الحاجة. احنا ملناش اي تحكم في اي حاجة في جسمنا او في عقلنا، الا بس جزء وعي صغير احنا بنكونوا واعيين للي بيحصل. لكن ايه اللي بيحصل ازاي؟ احنا ملناش وعي بده او ملناش اراده بده. لينا وعي طبعا لكن ما بنعملش الموضوع ده بشكل ارادي. يعني مثلا انت فاكر ان انت بتتنفس، هتقولي اه طبعا يا نادر ما انا بتنفس اهو. ايوه، يعني انت فاهم غلط برضه، لان مش انت اللي بتعمل عمليه استخراج للاكسجين من الهواء. لا، هو بس ايه، انت عقلك مخك بيدي الاوامر، والاوامر ديت من خلال بقى انت فاهم الفكره، خلايا عصبيه وبتاع. انت بس بتشهد الموضوع، بتتفرج على اللي بيحصل. ما علينا من ده. اهم حاجه اللي انا بشوف ان ان العقل والجسم نفس الحاجه. فانا لما بقول لك كلمه عقل اعرف ان انا اقصد العقل والجسم، الاداه بتاعتك، البدله بتاعتك اللي بتسمح لك انك تدرك اي حاجه في الحياه او تعيش في الحياه. فكرتي بقى اللي انا عايز اوصلها لك هي ان ناس كتيره بتصدق ان هم عباره عن الازازه، وده الايجو او ده الانا اللي عند الناس، يقول لك شخصيتي، ويدرك ان هو خلاص انا بقيت الازازه، يعني انا بس عباره عن كل حاجه في الازازه. واعتقد بقى انا بشوف ان هو ده سبب المعاناه في الحياه، المعاناه النفسيه اقصد. لان انت كده خلاص بقيت عبد لكل اللي عقلك متبرمج عليه. انت فاكر ان انت عباره عن عقلك. فلو عقلك فيه برنامج ان انا مثلا بخاف من الناس، او يا ترى الناس شايفيني ازاي، او مثلا انا محتاج قبول الناس او محتاج تقبل الناس ليا، هتبقى انت بشكل طبيعي هتحس ان انت مكسوف دايما، او عندك خجل زائد، او عندك انطوائية زايدة، وتقول انا كده دي طبيعتي كده. لا، دي مش طبيعتك كده، دي طبيعة عقلك اللي هو لسبب ما اتبرمج على كده، وانت كنت مصدق ان انت وهو واحد. ولكن لما تبدأ تشوف الموضوع من المنظور اللي انا بقولك عليه، ان احنا متجسدين في الفراغ اللي حوالين الازازة اللي هي العقل.
احنا الحاجة الفراغ اللي بيحتوي الازازة، بس محتاجين الازازة عشان نقدر نعيش الحياة او نتواصل مع المية. فلما تتحول من فكرة ان انا عبارة عن عقلي بس، فانا خلاص تحت رحمة جيناتي او تحت رحمة الحاجات اللي اتربيت عليها وانا صغير، واقول هي شخصيتي كده. يا اما تدرك ان الحياة دي مهما كان هي ايه جوه، هي شكلها الحقيقي مش كده، ولكن انا بشوف الحياة او بشوف المية من خلال الفلتر بتاع الازازة. يعني مثلا عن طريق تفاعل الحياة مع العقل او تفاعل المية مع الازازة، على حسب ممكن تتكون مثلا شوية برامج، فيحصل للإزازة مثلا تبقى عاملة زي كده. بص معايا كده مثلا تحت هنا شوية برامج اتكتبت، زي مثلا الحياة صعبة، أو إنك يكون معاك فلوس بوفرة صعبة، دي حاجة كبيرة، أو إن مفيش حاجة بتيجي بالساهل، حسب بقى البرامج اللي موجودة في الإزازة. لو انت كده بصيت على اللي جوه، على حياتك، بمعنى انك تبص على المية، يعني شايف كده، بص كده، المية سودة صح؟ شايف؟ انا فعلا اهو شايف المية سودة من جوه، المية شكلها وحش. ده لو انت فاكر ان انت عبارة عن الازازة هتشوفها صحيح، دي المية باينة سودة. اللي انا بقى طالبه منك تعمله هو انك ترجع تبص على عقلك وتشوف الحاجات اللي زي كده. كنت جايب معايا منديل مهم جدا. تعرف تسمع عن المديتيشن او التأمل؟ هو ايه نظام المديتيشن او التأمل ده؟ فكرة المديتيشن كلها ان انت تبقى واعي بكل اللخبطة اللي جوه، تبقى واعي او شايف عقلك من بعيد. ليه؟ عشان تبدأ تشوف الحياة بوضوح او على حقيقتها. الحاجة اللي في اللحظة الحالية تبدأ تشوفها انها حاجة متعادلة، تبدأ تشوف الحياة او المثير الخارجي قبل حتى ما عقلك يديله معنى. فانا وانا بعمل مديتيشن، بالمناسبة حابة اعمل فيديو جاي عن ازاي نعمل مديتيشن او تأمل بشكل صحيح، عشان برضو في كلام كتير انا شايفه برضو خاطئ في موضوع المديتيشن ده، وتخليه لوقته. اهم حاجة ان دي عبارة عن عملية تنظيف، ان انا بعد ما رجعت كده خطوة ورا المساحة اللي كنت كلمتك عليها من كام فيديو، وبدأت اشوف ايه ده الحياة اللي جوه دي مش سودة فعلا، لا ده بس الازازة هي اللي عايزة تنضف. فتبدأ لما تنظف عقلك وتمسح البرامج اللي كانت موجودة، تبدأ تشوف الدنيا بشكل تاني أوضح. فأنت لو كنت فاكر إن حياتك صعبة أو حياة فيها ألم أو معاناة أو مشاكل، أنت كان عندك حق. هو فعلا أنا كنت شايف فعلا قدامك كده المية شكلها وحش، لكن هي شكلها وحش لأنها واخدة شكل الوعاء اللي هي فيه، اللي هي عقل حضرتك. ومن هنا يجي بعض الجمل اللي انت ممكن تكون كنت سمعتها زمان، اللي هو اضحك للدنيا تضحك لك، او خليك لذيذ مع الدنيا تبقى لذيذة معاك. سمعت انت الحاجات دي؟ وفعلا الحاجات دي، الجمل دي صح، لان فعلا الحياة عاملة شبه المية، بتتشكل على حسب الوعاء بتاع حضرتك. انا مش عايز تصدقني، عايزك بس جرب يعني، عيش كده كل يوم. بدل ما كنت فاكر ان انت غضبان من حاجة، قول لا عقلي اللي غضبان. بدل ما كنت فاكر ان انت عندك مشكلة، قول لا عقلي شايف ان انا عندي مشكلة. وشوف ده هيعمل ايه في حياتك، شوف ده هيعمل ايه في وعيك. طبعا المنظور ده طالما دخل دماغك، انت خلاص مش هتبقى نفس الشخص، هتبدأ تشوف الحياة بنظرة مختلفة. انا يا رب مش عارف اذا كان الكلام واضح ولا لا، انا حاسس انه معقد شويتين، بس يعني اتمنى واتعشم فيك ان انت كنت مركز معايا كويس جدا وقدرت توصل للفكرة اللي انا حابب اوصلها لك. مستني رايك في الكومنتس تحت، والمرة الجاية في الفيديو اللي جاي
كلامنا بقى على ازاي نعمل موضوع التأمل ده، او ازاي ننظف عقلنا، لان الموضوع فعلا سهل جدا، ومش زي ما انت فاكر، مش ان انا اعمل كده وبتاع واقعد مربع رجلي. الموضوع في غاية السهولة. انا نادر رجب، ويا رب يكون الكلام دوت او المنظور ده انت شايفه مفيد او يخلي حياتك اسهل او احسن. انا نادر رجب، واشوفك في الفيديو اللي جاي، و